أعزائي تلاميذ الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم موضوعنا يونت 1 لسن 1 يونت 1 لسن 1 الوحدة الأولى الدرس الأول sum and any. sum and any استخدامات sum و any. sum و any صفات ضمائر يعني بعض يستخدمان يعني معناها بعض. any sum معناها بعض يستخدمان قبل أسماء الجمع. pronouns and adjectives used before plural nouns and uncountable nouns. يعني السم والأني يستخدمان قبل أسماء الجمع وقبل الأسماء الغير معدودة uncountable nouns. sum and uncompound. الفرق بين sum وأني. sum and uncompound. تستخدم sum في الجملة المثبتة. sum used in affirmative sentences. sum used in affirmative sentences. عندنا هنا أمثلة عليها وشلون راح تجيكم بالامتحان بكالوريا. عندنا راح ناخذ هسه sum. ناخذ sum. Number 1 I have some book. I have some books. I have some books. أنا عندي بعض الكتب. أنا عندي بعض الكتب. في الامتحان شو راح يجيكم؟ راح تكسوا أنا. راح تكسوا أنا. إحنا ايش قلنا؟ قلنا some تأتي في جملة مثبتة. some تأتي في جملة مثبتة. بينما أني راح إن شاء الله أشرح لكم إياها تأتي في نيجاتيف وانتروجاتيف. نيجاتيف وانتروجاتيف يعني في المنفية وفي الاستفهام. هسه ناخذ السم في حالة مثبتة في affirmative. ناخذ هنا sum. The teacher asked me. The teacher asked me some questions. The teacher asked me some questions. يعني المعلم سألني بعض الأسئلة. هنا نسمو أن ناخذ طبعا ناخذ sum. ليش؟ لأن the teacher asked me some questions. The teacher asked me some. المعلم سألني بعض الأسئلة. نختار طبعا sum لأن هنا جملة مثبتة. إذا مثلا قال لك سوي لي إياها نفي. سوي لي إياها نفي. شو نقول؟ The teacher did not ask me any questions. The teacher did not ask me any questions. ليش قلنا هنا did؟ هنا عندنا فعل ماضي. هنا عندنا فعل ماضي وهكذا بقية الجمل. إذا أريدها نفي نضع نوت ونضع بدل السم نضع بدالها أني. نضع بدال السم نضع بدالها أني. There are some mistakes in my homework. ناخذ هنا طبعا some لأن هنا جملة مثبتة. There is some water in that bottle. هناك بعض الماء في القنينة. ناخذ طبعا some. ليش؟ لأنها جملة مثبتة. There is some water in that bottle. He wants some cake. Give him some. هو يريد بعض الكيك. ناخذ هنا طبعا some. ليش؟ لأنه جملة مثبتة ما فيها لا نوت ولا سؤال question. هنا somebody is calling. شخص ما يتصل. هنا عندنا somebody وعندنا anybody. ايش ناخذ؟ somebody أو anybody مثلا إذا جاك. طبعا ناخذ somebody. ليش؟ لأن جملة مثبتة. هنا I want something to eat. أنا أريد بعض الشيء حتى آكل. ايش ناخذ؟ anything or something. لا ناخذ something. يعني هاي الجملة مثبتة. طبعا الجملة المثبتة هنا أخذنا السم. راح ناخذ إن شاء الله. تستخدم في الجملة المنفية والاستفهامية مثل أني تستخدم في الجملة الاستفهامية والمنفية. أني used in negative and interrogative. أني used in negative and interrogative. عندنا هنا أسئلة. Do you have any money? Do you have any money؟ هنا سؤال. هنا سؤال do سؤال
خلينا اني ما نخلي some. ليش؟ لان هنا سؤال question. هاي question بالاني والsome. اذا سؤال نخلي اني، واذا جمله مثبته نخلي some. I don't have any money. I don't have any money. هنا نيجاتيف، صارت هنا جمله منفيه. هنا جمله منفيه. هنا جمله منفيه. اذا مثلا يقول لك سويها مثبته، تقول له I have some money. I have some money بالجمله منفيه مثبته، العفو سوري. I have some money في الجمله المثبته. Were there any mistakes in my homework? هل هناك أي خطأ في واجب بيتي؟ استخدمنا هنا أني. ليش هنا سؤال. هنا سؤال. where هنا سؤال. where سؤال. بالنفي هنا don't استخدمنا أني، وبالسؤال نستخدم أني. Is there anyone at home؟ هنا is هنا سؤال. هنا is سؤال. Is there anyone at home؟ هل هناك أي شخص في البيت؟ هذا سؤال. من تكون عندنا سؤال نستخدم أني. قد ما يكون سؤال نستخدم أني. طبعا إذا كان في السؤال أكو صيغة اللغة، إذا كان في السؤال في الواقع طلب أو دعوة أو أمر. إذا كان في السؤال طلب أو دعوة أو أمر في صيغة السؤال، فإن some هي التي تستخدم وليس أني. فنستخدم some ولا نستخدم أني. مثال على ذلك مثلا عندنا would ومية وكل. إذا جبنا ذني الصيغة مال الطلب والدعوة والأمر نستخدم some ولا نستخدم أني. يقول would you like some more tea؟ هل تحب بعض الشاي؟ هنا some more أكثر من الشاي. نديك هنا أني ونديك هنا some. إيش نستخدم some. ليش؟ لأن إذا جت هنا دعوة طلب. would مية could. May I have some more cake please؟ إيش نستخدم أني ولا some؟ طبعا نستخدم some لأن هنا عندنا طلب دعوة. هنا عندنا طلب دعوة نستخدم some. Could you do some typing for me؟ إيش نستخدم أني ولا some؟ طبعا نستخدم some. انتهى درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.